بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامج صاحب صاحبه. النهاردة الحلقة معانا مختلفة تماما يا جماعة. النهاردة جايبين لكم حد كده بيقولوا عليه، قالوا عليه كلام كتير قوي، انه نجم في مكانه وكبير في منطقته وكبير في حتته ومدير ذكي جدا في شركته. كل ده احنا سمعنا عليه الايام اللي فاتت دي. احنا معانا النهارده يا جماعه نجم فعلا، بس قبل ما نشوف النجم مين، ارحب بحبيب قلبي النجم خالد محروس. اهلا بيك يا نجم. برحب بيك يا نون والنار كل الدنيا حبيبي يا صاحبي. وفي البدايه بقول لكل الساده المشاهدين اهلا بيكم في صاحب صاحبه، وكل سنه وحضراتكم طيبين بمناسبه الايام المفترجه، وان شاء الله الغمه تنزاح عن كل العالم ان شاء الله. اولا بس عايز اقول كلمه واحده، وهي يعني زي ما قال سيدنا محمد: ذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. فاقعدوا في بيتكم، يعني حافظوا على نفسكم عشان تقدروا تحافظوا على اسركم. هو فعلا يعني فيروس كورونا فيروس حقير بس عنده كبرياء، يعني مش هيجي لك البيت الا لما انت تنزل تجيبه سيادتك لحد البيت. فمن فضلك اقعد في بيتك. النهارده معانا، مش معانا سوري، احنا اللي معاه الرجل المناسب في المكان المناسب. معانا المعلم الادارجي اللي هو الكبير. طيب والله الكبير يا جماعه، الكبير كبير هذا المكان اللي احنا فيه يا جماعه. خالد، طب انا حابب ان خالد هو يقول لكم مين اللي معانا النهارده، مين اللي معانا يا نجم؟ اللي معانا دلوقتي يا فندم فاصل ونرجع لكم تاني. أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم بعد الفاصل، ومعانا ومعاكم النهارده الكبير اللي في منطقته، الأستاذ مصطفى بدران، رئيس قناة مايسترو. أهلا بيك يا أستاذ مصطفى. اهلا بيك يا استاذ هاني، واهلا باستاذ خالد. قدمني يلا قدمني. والله برحب بيك يا استاذ مصطفى، احنا سعداء النهارده ان احنا ضيوف عندك، مش انت اللي ضيف عندنا طبعا. وان شاء الله تبقى حلقه جميله وحلقه لذيذه وحلقه جديده من نوعها بالنسبه للساده المشاهدين، ان احنا بنستضيف رئيس قناه مايسترو DTMSF. يعني انت عرفتني انا بقى. ايوه انا بختبر نفسي بس. فاحنا بنرحب بيك النهارده ونتمنى ان انت يعني تقضي معانا ومع الساده المشاهدين وقت ممتع. والله انتوا لوحديكم ممتعين اساسا. حبيبي يا درس. السؤال بقى بتاع اللي هو الدارج بتاع كل حلقة في الأول، يعني إيه رأيك في اسم صاحب صاحبه قبل ما نبتدي في الحلقة بقى ونتكلم بقى في الحلقة؟ والله اكبر خدعه اللي انتوا عاملينها صاحب صاحبه دي. لان في موقف يمكن المشاهدين ما يعرفوش الكواليس اللي احنا بنعملها ايه. ان خالد لما جه مره لا قدر الله العجله بتاعته فرقعت، انت سبته وجيت تطلع الحلقه من غير البتاع ده. فين الصاحب صاحبه في ده؟ ما انا جيت عشان الحق البرنامج. لا احنا بس هو داخل ما دام انت بداتها كده يا استاذ مصطفى. هي القضيه كلها ان الراجل جالي وقف معايا وتعب
هو واستاذ مصطفى كامل. أيوة. وانا اللي قلت له لا روح انت، مصطفى عقبال كامل. ما عملنا اتصالاتنا ورتبنا امورنا، ومصطفى ما سابنيش. شفت الصاحب؟ والموضوع كان موقف صاحب صاحبه بجد ما هو جدا. ده الظاهر، شفت لان اول الصاحب؟ ما جالي لا، لا. بقول له ما جبتش خالد محروس ايه؟ قال لي يا عم ماليش دعوه، انا هيأخرني طبعا عن ده ما طلوعي. حصلش وانا مش مصدقه. حبيبي يا أخويا. نبدا في الحلقه على طول. صاحبي اتفضل. وحبيبي. شفت؟ لا هي الحلقه بدات كده خلاص. حبيبي بجد يا استاذ مصطفى، احنا مبسوطين جدا ان انت معانا. احنا هنتفق اتفاق ان احنا قاعدين قعده صحاب، تمام؟ انت طبعا رئيس القناه على عيننا وعلى راسنا طبعا، بس احنا اصحاب دلوقتي، فهنتكلم معاك براحتنا طبعا. وهنعرف عنك كل حاجه بصراحه. طبعا لان احنا كل حاجه ركز. كل حاجه كل حاجه كل حاجه بصراحه بجد. شغلك هنتطرق شويه للبيت برضو، هنوريك شويه حاجات كده مفاجآت، انت يعني هتفوجئ. يعني انت ما دام كنت هتتطرق ما كنتش قلت يا هاني دي حاجه. انتوا كده انتوا كده بتدبسوني يعني. لا 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 يعني انتوا البرنامج الوحيد اللي قدرتوا ان انتوا تجيبوني وعمالين يقنعوني، يقول لك لا، دي- اطلع تكريم، اقول لهم لا. لا دي محبه. صح دي والله محبه فعلا. دي محبه دي حلو ده محبه طبعاً، مش اكتر طبعاً. يعني. دي فكره على فكره ما في عندي سبق. مصطفى بدران عمره ما طلع في اي برنامج، البرنامج ده هو الوحيد اللي طلع فيه بجد. هو اول ما قلت له يعني ما طلعش كضيف، يعني كضيف بالظبط. في اي برنامج قبل كده هو ما طلعش كضيف، انما في العادي ممكن يطلع يبارك لحاجه. هنفسكوا في مناسبة. هنفسكوا قريب. أيوة، ده هنتكلم فيه، ده احنا لسه لا انت هتاخد مكاني لان انا اخر حلقه ليا. لا لا. نبتدي باول سؤال، تمام كده؟ عشان نبتدي بعد كده بقى ايه، نعرف كل حاجه عنك. بس السؤال خاص بالصحوبيه برضو. مين اول واحد اتعلمت منه يعني ايه صحوبيه؟ يعني مين اسم، يعني هات لي اسم اتعلمت منه بص، الصحوبيه. هو من غير اسم، اي حد شايفه انت مميز وناجح ونافع في المجتمع انت بتاخده صاحبك، لان عشان تاخده صاحبك لازم تقلده، لازم يبقى مميز طب هو بالنسبه تقريبا لك. بص، هو السؤال اللي بيساله هاني بس هو قاله بشكل مختلف. يعني مين يعني مثلك او قدوتك في كل التفاصيل اللي تحملها معنى الصحوبيه او الجدعنه او الرجوله؟ ايوه، ما انا بقول لك كل بالظبط. صاحب جدع. على فكره المصري والمصريين عامه اجدع شعوب الارض. المصري فيه الشهامه، فيه النخوه، فيه الرجوله دي، علشان انا لفيت برضو، فدي مش موجوده غير في مصر. يعني معاك عمله عمله بالدولار. فاي حد ناجح مجتهد ده بتاخده انت صاحب قدوه ليك. ايوه صح. تعرف ان مصطفى يعني اول مره بيتكلم جد دلوقتي، اه فهو مش حاسك. لا احنا مش لسه حاسس، بادئين. هو مش ده حاسه لسه بيتكلم بادئين. لسه. ده ما فيش ولا كلمه بياخدها جد. وعشان كده قبل الحلقه قلت له خلي بالك عشان انا محرص منك انت بالذات. لا 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 واللفظ ده مش حلو، ما تقولوش تاني. تعرف فاهم؟ بجد؟ لان انا حد جميل ومش اليف يعني لما اتحرص مني حاسس بيك. لا يبقى انا بني ادم مش أليف. لا خالص. والله قلقان جدا. لا والله قلقان او حاليا او بص يعني. هو حاليا انت عارف انا اللي هو قلق منه ايه؟ ليه؟ انه بيقول لي خالد انا باجي اتكلم معاه بس ساعات ما بعرفش بيتكلم جد ولا بيهرج. ما يعني هو هو ده مش الجميل. ملكك. ما هو ده الجميل. هو مش ملكك، انت ممكن هم- تزعله في بص- كلمه وتطلع في الاخر بتهرج. كل الممثلين العباقره كده. يعني يبقى هو عايز يحط نفسه في خانه، عارف يحطها امتى ويخرج منها امتى. صح. ما هو الكلمه ان هو يدخل الشخصيه اهم حاجه يبقى عارف يخرج منها. صح. اللي هو بيحضر العفريت بس بيعرف يصرفه ازاي. اهم حاجه. ايه اكتر فتره بقى عرفت بيها صاحبك الجدع؟ يعني فتره معينه من حياتك في والله بص، الدراسه الصاحب الجدع انت الفتره الوحيده اللي بتعرفها اكيد اللي هو بعد السن الاربعينات، ده بيبقى كله سن الرشد، وعارف مين اللي يقف معاك ومين اللي بيقف في محنتك ومين اللي بيقف بس ساعات جنبك. والله بنخدع يعني. لا 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 لا، عمر البني ادم ما يمشي. يعني انا افتكر ان اصحاب الاعمار دي كله بيختلف وبينتهي مع الوقت. على رأي عادل امام صاحب دراعي وعم قرشي، ده بيبقى في سن السن اللي هو قبل العشرينات. اللي هو ايه، الصاحب مصاحب صاحب عشان يخرج معاه يصرف وقت عليه الدراسه والجامعه والكلام ده. لكن الصاحب فعلا الصح اللي هو بيقف جنبك وقت الشده، بينصحك لله. فاهمني؟ ده طبعا متواجد يعني. يعني اذكر ربنا يمسيه بالخير ويعفى عنه احمد مجدي، ده مخرج في قناه الحياه. ده من اكبر الاصحاب في الفتره اللي انا فعلا فيها كنت محتاج لصاحب. اللي هي الفتره اللي انت بتبقى محتاج ان حد تقعد تتكلم معاه وتعمل معاه. لقيته زي ما بيقولوا البلدي سندال في كتفك يعني. سندال في كتفك وبيديك باور وواقف معاك. وده من بدايه الشركه اول ما فتحتها كان هو معايا قلبا وقالبا، ولحد دلوقتي الحمد لله. يعني انت عايز تقول يا استاذ مصطفى ان مرحله النضوج الفكري ان هي بعد ال40؟ طبعا
دي بيبقى كل بني ادم اكتمل فيها بكل تفاصيله، بكل تفاصيله، وعارف ويكون عنده اكسبيرينس، يبقى عنده خبرات. ايوه، وبيعرف يميز ما بين ده صاحب نافع ولا صاحب ضار. طب انا ليه لحد دلوقتي هو انا عديت ال 40 وما عرفتش اميز؟ ما عرفتش تميز، دي حاجه بتاعتك انت بقى، ما انت ما مش عرفتش مزاج. تميز. ما انا اتخدعت فيه. انت عارف يا استاذ مصطفى الحلقه دي فيها حاجات كتير قوي، يعني المفروض احنا مش عارفين نتكلم على ايه ولا على ايه. يعني انت شهر مارس ده بالذات احنا شفنا فيه حاجات كتير طبعا. يعني طبعا موضوع كورونا ده شغل الدنيا كلها، كان عيد الام طبعا، فاحنا هنجيب كل ده في الحلقه ده غير بقى حياتك انت كلها. هتحكي له الحلقه يا استاذ هحكي له هاني؟ الحلقة لازم انت ما لحقتش. لا يعني انت عايز تحكيها تعرف له ده رئيس بس القناة. ولا انت هتساله الاسئله؟ ده رئيس القناه اوكي، أيوة، يعني أيوة. هتحكيها له؟ رئيسي. مش فاهم. هتحكي له رئيسي. تاخد رايه احنا هنعمل كده، عاجبك ولا نغير ولا لا ايه؟ لا انا حابب بس اعرف منه كلمه الاول. اه. حبوا يقول للساده المشاهدين برضو كلمه على موضوع على حديث الساعه، على موضوع الظرف فيروس الان اللي كورونا. احنا فيه. بص الظرف الان يعني يمكن اكبر ظرف فعلا ان كل الناس محتاجه تبقى اصحاب. صاحبك ده ان انت تقدر تقول له اقعد في البيت. يعني احنا الحمد لله عاملين 3 مبادرات، ال3 مبادرات احنا شايفينهم من رؤيتنا ان ده اقل واجب يعمله اي مواطن او اي انسان مصري يعمله مع صاحبه، مع اخوه، مع الكلام ده كله. يعني عاملين مبادره لبرنامج، ده اول مره ان انا اقوله، اسمه عابر سبيل. الاعلامي احمد طاحون ده عاملينه، بنخلي الناس في بيوتها وبنوصل لها عن طريق سؤال حلو كده وجواب، بيوصل لهم هديه رمزيه لحد باب البيت، انت اللي بتروح، وبيقعد هم اللي يتناقش معاهم. عابر سبيل ده بيطلع كويس. وبيروح يقعد يتناقش معاهم ويتكلم معاهم ويحسسهم بمرح، لان الوقت ده احنا محتاجين كلنا ان احنا نوعي ونحذر، وفي نفس الوقت ندي باور للناس، طاقه ايجابيه. طبعا. يعني احنا مش محتاجين خوف. الحمد لله المصريين اقوى من الكلام ده كله، وهنعدي المحنه دي طبعا برئاسه السيد رئيس الجمهوريه. طبعا. انا شايف والحكومة. ان هو واخد خطوات كلنا سعداء بيها الحمد لله، فهنقدر نعدي المنحه دي. وفي نفس الوقت محتاجين ان الناس تساعدنا، الناس تقعد في البيت، واحنا احنا والاطباء والشرطه والجيش هنخدم على الناس على قد ما نقدر. لان حتى انت لما تقعد مع نفسك كده وتحس ان انت لو انت اتشاهدت وانت رايح تأدي واجب زي ده وبتوعي المشاهدين، لو حتى اتشاهدت انت بتموت شهيد. يعني صح. بتعمل واجب وطني زينا زي اي حد، زي طبعا اقعد في البيت. احنا بنقول للناس اقعدوا في البيت واحنا هنوصل لكم اللي انتوا عايزينه. صح. دي مبادره اللي هي عابر سبيل، دي اول مره انا بعلنها. والمبادره الثانيه طبعا صديقي وحبيبي موسى ابو العباسي قالها امبارح في برنامجه علامه استفهام، ان احنا عاملين اعلانات لكل الشركات ورجال الاعمال مجانا، في سبيل ان انت اعلانك لو انت بتكلفه جنيه بتكلفه 100,000 جنيه يتكفل بيه ثمن الاعلان ده احنا هنعمله عندنا احنا ببلاش، وانت اعلانك ده اللي انت هتدفعه ده تتكفل بيه لاي حد من الناس المنكوبه. لان احنا عندنا كمان 70% من الشعب المصري ارزاقيه، سواقين ونجارين ده لو ما طلعش مش هيجيب قوت بيته، هيجيب منين؟ مش هيجيب قوت بيته. دي مبادره محترمه جدا طبعا. فاحنا احنا عاملين دي مبادره، وفي مبادره ثالثه باذن الله، في عربيات من عندنا هتنزل دي خاصه ببرنامج خاصه ببرنامجكم، ان احنا هننزل على قد ما نقدر هنساعد الناس بجوانتات بكمامات، ومعاهم دكتوره بتشرح لهم برضو طريقه الوقايه ازاي والكلام ده. احنا بنحاول ان احنا نعمل نساعد باقل امكانياتنا، بس نساعد الناس وهي قاعده في البيوت. يعني احنا هنروح لهم بالكمامات والجوانتيات دي، احنا هيبقى في عربيات في الشوارع وبيدوا كده ساعه الصبحيه كده الناس تعمل ازاي وتحصن نفسها ازاي. بلس بقى ان احنا كده عاملين توعيه كده على قد ما نقدر في التلفزيون للناس، وبنقول لهم دي منحه وباذن الله هتعدي، ومش هنكمل اسبوعين باذن الله. انا متفائل زيك كده. بس باذن الله يعني نسمع كلام الحكومه، نسمع كلام الناس، ونحاول ان احنا نطبق ده، مش هنخسر حاجه. صح. هو طبعا انا سعيد طبعا بالدوله عرفت تدير الازمه بشكل جيد جدا، واحنا افضل من ناس كتير غيرنا، والحمد لله ان شاء الله بتكاتفنا زي ما بيقول الاستاذ مصطفى ان شاء الله هنعدي المرحله السيئه دي من حياتنا. بس انا عايز اقول لك يا استاذ مصطفى، الوباء ده دلالته ايه؟ اللي هو شل حركه العالم، اللي كل من يدعي انا العظمى انا الاقوى انا بص احنا ده دلالته ايه من وجهه نظرك؟ ليس رجال دين
لا مالهاش علاقه بالدين. بس احنا انا بقول لك دلالته ايه من وجهه نظرك. انا عن وجهه نظر انا ان دي علامه من ربنا بيعرف العالم كله ان لازم تتكاتفوا في تكنولوجيا وفي علم وفي كل اللي احنا توصلناه والامر اللي توصلناه. حته فيروس صغير قلب الدنيا كلها والناس مش قادره ولا يتحكموا ولا يحصلوا نفسهم منه. يبقى فعلا زي ما ربنا ما قال لمن الملك اليوم. طبعا صح. طبعا لان هو اللي يملك ازاحه البلاء طبعا صح. عن كل العالم اللي هو اتشالت حركته. طب مع الحرص، ما احنا بنقول لما الحرص والوقايه والحاجات دي كلها لازم وقايه ولازم حرص. على فكره عايز اقول لك حاجه، القضيه في ايه بقى؟ ان انت التعقيم والنظافه العامه والنظافه الشخصيه ده مفترض من غير ما كان تواجد هذا الفيروس كان المفروض الناس بتاخد احتياطاتها عامه، يعني سواء طبعا. في البيت او في الشارع. انا بقول لك حكومه وبتقول لك احنا خايفين عليه، يعني طبعا. واحد جاي بيقول لك والنبي ابعد عني عشان انا عندي برد انا خايف عليك، تحترمه وترفع له القبعه ولا عنده؟ ما انا بقول لك انا بحترم صح. رد فعل الدوله في اداره الازمه، لانها فعلا ادارتها بشكل يعني مهني قوي وشكل احترافي قوي، وكنا سباقين والاول مره نبقى احنا فعل مش رد فعل. الحمد لله. بص احنا اقوى شعب في العالم، عندنا قوه تحمل، اقوى شعب في العالم. شقينا اصغر ما فينا احنا كل الخليج، علشان تبقى عارف الخليج بيطلع بيلاقي في دخل داخله من الدوله بتاع. احنا الشعب الوحيد اللي احنا بنبنيها بايدينا وبعرقنا. مسكنا حكومه كويسه، مسكنا رئيس الله اكبر. فالاداره هم بيعرفوا يسيطروا عليها. احنا اقوى شعب في كل الازمات. احنا الحمد لله بنخرج بالازمه دي بصدر الرحب. احنا اول مره بنقف جنب ايطاليا وبنقف جنب الصين، يعني ده حصل فعلا. ده حقيقي، ده رئيس الوزراء اللي قال كده. يعني احنا بنبعت للناس دي خدمات طبيه. انا من رؤيتي مصر هي الدوله العظمى. مصر بشعبها هي الدوله العظمى. الدوله العظمى ولا بسلاحها ولا بان هي دوله عظمى في فلوسها، الدوله العظمى بشعبها. صح. بس انا شايف من وجهه نظري ان احنا عندنا فيروس اقوى من فيروس كورونا وبقاله فتره كبيره. فيروس الاخلاق والقيم. احنا ليه افتقدنا الحاجات دي في الشارع؟ ولا انت بتلاحظ؟ بص لا انا مش عايز زيف الامور، لان احنا دلوقتي في مرحله ان احنا بنعالج اي ضرر وقع علينا. بص بنصارح بعض بالحقيقه. الاخلاق والقيم موجوده، بس ممكن تكون قلت او طلعت على الوش. احنا زمان كان برضو عندنا اخطاء وعندنا بس مش بنفس الكثافه دي، مش بنفس الكثافه عشان مش نفس تعداد السكان اللي احنا موجودين فيه. طب انت عايز تقول ان السوشيال ميديا مش بنفس التكنولوجيا اللي ابنك وبنتك ماشيين في الشارع يعني دول افسدوا جزء من الاخلاق والعادات والقيم. طبعا يعني. طبعا اكثر حاجه افسدت البلد وافسدت شبابها اكتر ما فيها التكنولوجيا ولا استغلالها. ما هي استغلالها السوشيال ميديا. ما احنا دلوقتي بنعمل ايه؟ احنا دلوقتي ربنا محلل لنا كل حاجه. اطلع صيف اطلع صيف، بس البس لبس شرعي. انت لا احنا مش عايزين. ما انت قلت انا مش راجل دي. لا بص اقول لك حاجه، في حريات شخصيه. لا انا قصدي ان انت عندك التكنولوجيا معلش اوكي استخدامها صح هتناقش معاك. بس هي القضيه دلوقتي مش في شكلك ولا في لبسك ولا في قبل ما تتناقش انا اقول لك على يعني حاجه. ثقافتك. احنا عندنا ديمقراطيه، بس انت هتقول واحنا مش هنسمع لك. يعني برضه انا قصدي مش ده مقصودي. امال ايه؟ مش ده مقصودي. يعني انت بتقول اطلع بلبس شرعي. انا شايف من وجهه نظري ان في بعض حول الجامعات اساءوا لهذا الشكل، يعني اساءوا للنقاب واساءوا لكلمه الله اكبر واساءوا لان بقت مقترنه بالقتل واساءوا لنا كلنا. خلاص اذا كان اساءوا بالدين الاسلامي. فالقضيه بص هقول لحضرتك حاجه. انا ربنا قال ايه؟ ان الله لا ينظر الى وجوهكم ولكن ينظر الى قلوبكم. فهي الاعمال كلها هنا في النيه، والنيه مصدرها القلب. فهي القضيه لا لبسك ايه ولا لحيتك ولا مش عارف ايه ولا كل الشكليات دي، لان الدين معامله. اخلاقياتك وتعاملك مع الاخر هو ده دينك، وربنا اللي قال كده، يعني فاهم؟ صح. والحياه وربنا سهل كل حاجه، ربنا ما صعبش اي حاجه. فالقضيه كلها انا بقول لك اخلاقياتنا وسوء اخلاق بعض الناس دي مش سببها ان انا مش شرعي وان انا مش بقفطان. لا، دي سببها ان مفيش بيت متهيألي من وجهه نظري، او البيت ما بقاش زي الاول. يعني مفيش انا شايف كده. يعني انا مش بعول على التعليم وعلى الدوله. والمعيشه والاقتصاد برضو عليهم عامل اساسي. ما الراجل دلوقتي بقى والبعد على ربنا بقى بالنسبه والبعد على ربنا. بس الراجل دلوقتي بالنسبه للبيت بقى توك توك.
بمعنى اصح ايه، هو بيطلع اهم حاجه ان هو عايز يكفي البيت كويس. لكن مفيش رقابه على الولاد. لا مفترض مين اللي يراقب بقى؟ لا 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 مين اللي لا لا انا ضد ده. الام عليها رقابه والاب عليه رقابه. طيب الام ماشي. عليها رقابه في حاجات والاب لازم يكون في خشيه من الاب، يعني مش الام يعني هي لوحدها نختصر تسوق. الموضوع الاسره. الاسره طبعا ما الاسره دي من ايه؟ ان مفيش برضو احنا بنقول ايه، يعني احنا في برامج عامه احنا عاملينها تربويه، يعلموا الاب والام ويعلموا الاسره قبل ما يعلموا العيال. طب احنا عاوزين بقى نخش على جزء تاني من حياه بقى مصطفى بدران. هنبتدي نتكلم في فقره اسمها صوره وتعليق. تمام. هننزل لك كام صوره كده وناخد عليهم تعليقاتك وتكلمنا بكل صراحه وتفتح قلبك وتقول لنا مين دول بالنسبه لك. تمام. ربنا يستر. لا ما تقلقش. يلا نجم اول صوره. دي طبعا امي العزيزه، وبقول لها كل سنه وانت طيبه. طبعا انا قلتها لها يوم عيد الام برضو، وبقول لها دلوقتي كل سنه وانت طيبه، ودي ولا حد يعرف يعوضها في كل حاجه. يعني هي المصدر بتاع الخير كله. ربنا يخليك. الناس دي لو هم انقطعوا عننا انقطع الخير كله اساسا، والرحمه طبعا والحسنات اللي احنا بناخدها. واحنا من خلال البرنامج بنقول لحضرتك كل سنه وانت طيبه، ودايما منوره الدنيا وماليه على مصطفى. ودي بلس امي برضو تانية. دي حماتي، واول مره اشوف حد ليه ابهين وامين. دي امي طبعا وحماتي وحبيبتي. وطبعا بنقول حماتك كل سنه وحضرتك طيبه، وان شاء الله ربنا يجمعكم على الخير دايما. الصوره اللي جايه بقى ثانيه واحده يا جماعه. يعني دايما بيقال وراء كل رجل عظيم امراه، فعاوزين نعرف الامراه اللي كانت في ظهرك فعلا طول عمرك. الصوره بعد اذنكم يا جماعه. ياه شفت مصطفى؟ دي صورتي في لا انا لفت كنت نظري. شعر. لا عارف. لا كنت انا لسه كنت اقول لفت نظري البوستيج اللي ايوه انا بقول لك وحقيقي على فكره وحقيقي عشان طبعا في ناس بيبقوا بيدعمونا من ورا الكواليس. طبعا مراتي وحبيبتي واختي وصاحبتي ومش كلام على فكره، مش كلام مرسل ان انا بقوله كده زي ما بيقولوا ايه ده انت بتطبل الله. لا دي اللي سانده معايا من ساعه ما طلعت لحد دلوقتي، وده من كرم ربنا. بيقول لك الزوجه الصالحه، ودي اصلح واحده ربنا بعتها لي. ربنا يخليها. واحنا بنحيي حضرتك من خلال البرنامج ويا رب. لا انا احييها. ما احنا بنحييها. لا انا راجل شرقي بغير. ايوه انا احييها. ما احنا بنحييها برضه معاك. لا خلاص ماشي. طب هو بيحييك على فكره. لا سيبه اتفضل اتفضل يا فندم. حييها بعد اذنك الكاميرا معاك. لا اتفضل حييها. طب في فيديو كده هنشوفه وتعقب عليه برضه. ورينا كده يا استاذ سمير بعد اذنك الفيديو. ده بقى مين يا نجم؟ ده ابني محمد الاخر العنقود. ده سكر معقود. ده بالدنيا كلها وحكايته حكايه. ايه بقى؟ وماشي في المول عمال يخبط في الدنيا كلها وانا عمال اقول له بس اقعد. ده بقول لك ليه ما فيش لعبه في مصر ما جبتهالوش. قلت له ابوك ناقص يعملوا له لعبه في الصين ويبعتها لك عشان تقول لي هاتها لي. ربنا يحفظها. اخر العنقود. اخر العنقود. ربنا يخليه. الله يبارك حبيبي. الصوره اللي بعد كده يا جماعه. سلام يا محمد. ده هو شغال مع نفسه. الصوره اللي بعد كده يا نجم بقى الاستاذ اشرف عبد الباقي. الاستاذ اشرف ده الفنان القدير اشرف عباقي. ده كنا في مسلسل اسمه بيت ابو الفرج، لان اشرف كمان تربطني صله صداقه بيني وبينه، وقعدنا فتره كده كل شغلنا مع بعض. طبعا ده مدرسه المسرح حاليا دلوقتي. وعارف اللي هو استاذ محمد صبحي لما كان في ايامه بيحتوي النجوم. الراجل ده انشا مسرح بجد في الايام احنا محتاجين ان احنا الضحكه. صح. وحبيبي طبعا وبدله كل التحيه. الصوره اللي بعديها يا جماعه. ده الاثنين ابهاتي. ده ابويا وده حمايا، والاثنين ما بقولش حمايا كمان. ايوه انا دايما اقول باراكوتا وبورهم لان الاثنين ابهات ليا. باراكوتا وبورهم. ابراهيم. دلع ابراهيم. ربنا يخليهم. ربنا يرحمهم يا رب. ربنا يرحمهم. ده اياد ابني اللي قبل الاخير دوت. فوق محمد. اياد ابني اللي قبل الاخير ده اللي احنا بنقول عليه الدبلوماسي شويه. هادي عامل زي استاذ خالد كده. هادي كده. ربنا يخلي حضرتك. هو هادي كده. ورومانسي كده. انت جبت الجيتار معاك؟ ايه؟ جبت الجيتار ولا؟ لا انا جبت الطبله. القمر بقى. عايز اطبل دلوقتي. ده شهاب ابني الكبير.
يلا. والبيكري والمخرج الكبير والمخرج الكبير معانا دي برضه. صوره قديمه ولا هو ده سنه الطبيعي؟ لا لا هيخرب لا هو ده كده. عامل زي الشحط دلوقتي. ايوه ايوه طبعا. اصل انا بيقول لي البكري وجاب بس انا محمد بجيب اكبر صورته، منه. لا بجيب صورته وهو صغير عشان ما اكبرش نفسي يعني. ايوه بالظبط كده. لا انت ما كملتش 70 لسه ايه الاسد ده؟ ده كان اسد كنت بلاعبهم. انت خلاص الاسد ده قصته تانية جايه. يصبر. كنت بلاعبهم وشايل اياد حطه على الاسد. ده اياد. بتشرسه يعني. بتشرسه. انا عندي العيال القمر لا بقى. بص القمر حبيبتي دي بقى. بقى. انت عارف البنت اللي هي حبيبه باباها؟ طبعا دي روحي دي. بنات بسبوسه. ده كوم تاني. اسالني يا نجم دي والله. روحي ونفس حنيه امها ربنا يخليها لك يا ربنا رب. يحفظهم. صاحبتك ها؟ طبعا اه مين؟ ابنائي اعزائي شكرا. طبعا ما بانت. ما بانت. انا جنب هيبقوا ايه؟ عيال محمد محمد شكله متغير هنا على مش الصوره بتاعت محمد الفيديو. ده اساسا، ده هو هم أمال مين تبع ده؟ بعض اساسا. الاخير ده مين؟ ده إياد؟ اياد اساسا. إياد، بس هو صغير شويه. اللي بعديها يا جماعه. قول لي بقى. يا قول لي بقى. الصوره دي عشان تبقى عارف ان انا برضو مش عايز اقول سني قوي لا لا يعني. مش هتكلم. الصوره دي بقى لها مثلا اقول 44 سنه. دي والدي ووالدتي وانا واختي ومجد اخويا الكبير. الله. انهي واحد انت بقى؟ انا شبه، اللي بس هو عرف عنده الناس. الحصان ده. اللي على الشمال. الاقرع شويه ده. بص مصطفى بدران كان عامل ازاي؟ ما من البدايه بتطلع لا أقرع، انا لما بتدخل بشوف تحت. الصور الابيض والاسود دي ما اعرفش بيحصل لي حنين للماضي قوي. طبعا والله العظيم. والله. ايه بص يا الجيش. ساتر، يا تحيا مصر. ساتر. تحيا مصر. طبعا تحيا مصر. ده انا بشكر. انا من ساعه ما دخلت كنت شرطة الجيش وأنا عسكرية لحد ولا إيه؟ دلوقتي صعقه. صعقه. كنت بحب الجيش جدا ولحد دلوقتي. طبعا. كنت بحب الميري قوي. انا الوحيد اللي كنت بقول لهم ادوني خدمات يا جماعه. ادوني خدمات في الجيش. بتحب تنام قوي في خدمه. وده صاحبي قوي كان في الجيش وبعد الجيش، بس للاسف مش فاكر اسمه. وصاحبك قوي. صاحبي قوي. نعدل حد. ده اشرف. كنا في فوازير اسمها ابيض واسود. بتاعت ده هنيدي فانوس. فانوس صح؟ كان مبعوث. كان عيد ميلاد دينا. كانت دينا معاكم صح؟ الفنانه العظيمه. وكنا قاعدين بنهزر انا واشرف بنقول له مين اكتر واحد هياكل القلب من جوه. ما جابونيش بريك ساعتها. لا والله العظيم. ده انت جالك دي عاده ده كان مشهد لاشرف وكنا بنعمله والمصور ما جاش. فانا وقفت صورت له المشهد وبتاع والكلام ده كله. رفيع. بص دي بقى. ما انا دي كنت اول ما قريتها لمراتي قالت لي ايه ده؟ بتصور مع واحده. اشرف عباس. كان الفوازير كانت الحلقه في الفوازير بتتكلم عن ثلاثي اضواء المسرح. كان عامر سمير غانم. كان عامل سمير غانم. وكنا قاعدين بنهزر في الكواليس يعني. اللي بعديه يا جماعه. الله يرحمه. الله يرحمه. ده احن فنان واعظم فنان. مش عايز اقول اتخطف لان هو مش طبعا مش غالي على اللي خلقه. طبعا مش غالي على اللي خلقه، بس الله يرحمه يعني. طبعا. الاستاذ عبد المنعم مدبولي. الفنانين العظام. سيد زيان طبعا الناس دي ده كان نفس اليوم ده اساسا. كان نفس يوم اليوم التصوير بتاع خالد بتاع اشرف. اللي بعديه يا جماعه. الله يرحمه. الله يرحمه طبعا. كنا حتى لسه من قريب مع عدوية قاعدين معاه. ده تحس ان انت قاعد معاه ابوك. طبعا قاعد معاه طبعا والهزار والضحك. الله يرحمه ويحسن. الله يرحمه. بص يا عم. سايق البارجه. اكبر كرومه نعملها في قناه الحياه وكنا بنعمل تيست عليها. مين ده بقى؟ انا عاوز اعرف الموضوع بتاع الصوره دي بالذات. ده زميل العمر بتاعي محمد جميل. وجينا معدى عليه. انا بقالي بتاع 7 سنين. انا عارف ان خالد هيمسكها عليا. الكوافير بتاعه. الكوافير بتاعي. وقعدت 7 سنين ما بروحش عنده طبعا. بس هو ليه عامل لك فرق كبير قوي كده؟ مش عارف اساسا عمل لك. وجيت مقابله قال لي والله لا احلق لك يا عم. اسكت اللي يرضيك يرضيك. قال لي والله العظيم انا هديك 100 جنيه واحلق لك. هو اللي عايز يتبارك. واداني 100 جنيه فعلا. وحلق لي يوميا ورحت واخد معاه اللقطه دي. طب ماشي. هو حلق لك ايه؟ دقن. يعني طب وليه 100 جنيه؟ يعني ليه اداك 100 جنيه؟ طبعا دي اول شبكه عملتها. شبكه اضاءه. لان انا الشركه عندي الاساس تجهيز استوديوهات معدات سينمائيه. فانا تحديت حد معين
قلت له احنا بايدينا ممكن نعمل مواصفات عالميه بس بايدي مصريه. ايوه نجهز الاستوديوهات ونعمل التكنولوجيا اللي واصلين لها بره بس بايدي مصريه. ليه نروح بره؟ فنزلت انا بايديا وجبنا التeflon وجبنا الدنيا وعملت اول استوديو شبكه اضاءه بمواصفات عالميه. يعني انت يا مصطفى ما طلعتش رئيس قناه مره واحده. انا واخدها الحمد لله من تحت. بس ما اتعلمتش غير المهنه دي. الشركه عندي اول ما فتحتها كانت تجهيز استوديوهات ومعدات سينمائيه. كنا بندخل نجهز الاستوديو، كنا بنشتري الحاجات نستوردها من بره وندخل. فانا قعدت مع نفسي كده رحت عامل بلان، طب احنا ليه بنروح ناخد الحاجه اللي احنا ممكن بايدينا نعملها؟ ايوه واننا نعملها بارخص من كده. فعملت دي كانت اول شبكه الحمد لله وخدنا شهادات فيها وخدنا ده واحد ما اعرفوش، انا كنت متصور معاه في مركب بنعمل اعلان. حبيبي طبعا واخويا هاني عامر، وهاني من الناس اللي بقول لك اعلاميين وفنانين وحد روح حلوه جدا. وما بقولش كده عشان هو قاعد، هو كده كده هيترفد بعد الحلقه. بعد الحلقه دول حبايب الحلوين وريكو طبعا الفنان الكبير بوجه له كل التحيه لان ده صاحب شخصي بقى. صاحب صاحبه ومن الناس المحترمه وكنا هنا في الاستوديو. ايوه طبعا. يا جماعه في ايه اللي بعد كده؟ صاحبه كويس ان ما شافش حد في الصوره غير ريكو. انتوا قاعدين معايا. انا عايز ارجع بقى للموضوع مهم قوي لفت نظري في الصور كده. انت اشتغلت كتير سينما، اشتغلت مسرح، اشتغلت انا بدايتي او دي كانت بدايتك او لا بدايتي كنت شغال مع الدكتور رمسيس مرزوق في استوديو 7 وعملنا المهاجر، عملنا يضحك مع الصوره. كنت ماسك له كل الاستوديو بالاستوديو بتاعه يعني بالاضاءه، وكنا بنطلع شغالين زي ما تقول ايه، شلنا الابول على كتفينا وجرينا وعملنا واجتهدنا. ما هو ده اللي بيزودك خبرات يخليك تستفيد منها بيزودك خبرات. والمهنه دي يعني اتعلمنا فيها كل حاجه وحبيناها. هي سبحان الله هي جينات لازم تحبها. فحبيناها قوي وعاطينا فيها قوي. وده من ضمن الحاجات اللي احنا بنقولها للناس كلها، ما تخليش سقف الحلمك، احلم زي ما انت عايز وحلمك ده هيتحقق. يعني انا لما احلم ان احنا بعد الحلقه استاذ خالد مثلا يعزمنا على ديك رومي، فعلا ده هيتحقق وهناكل الديك الرومي. فاحلم، ما تخليش سقف حلمك يعني ما تحسش احلم براحتك. دي من ضمن المعجزات. يعني انت احلم زي ما انت عايز. طب ما تشغلونيش قاعد احلم انا من قاعد بحلم. انت اللي هتعزم. طيب انت اللي هتعزم. ده ابتدى يحلم على فكره. شركه ساتلايت كانت ستارلايت كانت البدايه، كانت بدايه تحقيق الحلم. تمام. هو بدايه في الشغلانه وانت كنت عاملها بلان بقى من زمان قوي. فقلت ايه رايك ان انا اعمل بيبي صغير يحقق لك كل اللي تتمناه من خلاله منفذ. فبدات ان انا اعمل الشركه تجهيز استوديوهات معدات سينمائيه اللي هي ستارلايت اللي كنا بنتكلم عليها من شويه. ستارلايت. وبعد كده انا رحت عامل ايه، قلت باب النجار ما يبقاش مخلع بالظبط. رحت عامل استوديو صغير وعملت كل التكنولوجيا اللي انا اتعلمتها فيها. وبدات ان انا لقيتها مجهزه عندي من كله. طب ليه ما انتجش بقى بالظبط؟ فبدات ان انا انتج برامج وابيعها بره مصر وابدا ان انا اعمل اقل ما فيها حاجه انا نفسي تتحقق وعمال اقولها. ان احنا عايزين نعمل اعلام هادف شويه، نعمل حاجه مفيده للناس من ورا الاعلام. فانت حتى لما بتقول مش انت اللي ايديك اللي بتفعل. ايوه. فابتديت ان انا احط بلان كده في دماغي، لا لازم الشركه دي انتج اللي انا عايز اعمله، انتجه واحققه واحطه على الشاشه واستقبل النجاح بتاعه. هل هينجح؟ هل الناس هتستقبل ده؟ والحمد لله الناس استقبلت ده وعملنا كام حاجه كده نجحت الحمد لله. توعيه للناس وحاجات افاده للناس. مصطفى انت سافرت كتير ورحت دول كتير قوي يعني. ما خدتناش معاك ليه؟ ايوه بالظبط. ما كنتش لسه اتشرفت. لا بجد انت سافرت كتير يعني. هل عاوز اعرف السفر ده فادك بايه في شغلك كستارلايت والقناه هنا؟ بص السفر في نفس الوقت معلش بقيت السؤال، هل ممكن تسافر تاني؟ بص السفر تاني في اسره وعندك شباب وعندك السفر زي ما هو بيفيد بيضر. السفر بيفيد في حاجات كتيره جدا، ان انت بتتعلم الصبر، بتتعامل مع جنسيات العالم كله، كل واحد ثقافه، تاخد ثقافه الشعوب دي
كل شعب بيفكر ازاي، هتلاقي نفسك ان انت حنين للوطن ده حاجه في دمك. ايوه بالظبط. ومفيش دوله في العالم جوها زي جو مصر، فعلا. شعبها زي شعب مصر. فانت بتاخد استفادات، بس في وقت عليك ما ينفعش ان انت تسيب عيالك وتغيب عنهم مده نهائي. ايوه لان هم محتاجينك في وقت زي ده، الوقت اللي كان استاذ خالد بيقول عليه ان احنا لازم دعم، لازم ندعم. انا ليه بسال خالد السؤال ده وبساله مصطفى ليه بالذات السؤال ده؟ مصطفى من النوع اللي انا يعني شايفه، يعني هو مش بيتوتي بس بيحب بيته قوي. يعني بيحب اسرته جدا، ودايما في سيرتهم دايما لا انا ما اقدرش اسافر واسيبهم. يلا هاني نخلص انا عاوز اروح، فاهم؟ انت متاكد بقى صدق قوله هو بالظبط كده. يعني هو دايما واخد هو على فعلا زي ما قال لك خلاص هو في كيان عمله، والكيان ده هو جزء كبير منه، فما يقدرش يعني يغيب عنه او يفتقده او يبقى يعني بالزبط. مش هيبقى فيه راحه بشكل او فادك يعني السفر فادك في شغلك. يعني هل انت جيت من السفر كنت عارف ان انت هتعمل ستارلايت؟ كنت مفكر في ده اصلا؟ لو انت ما سافرتش، عايز اقول لك عشان برضو الشباب ما يتشغلوش، في وقت معين لو انت ما سافرتش ما تحققش احلامك. ايوه. ليه؟ لان انت حلمك متعلق ان انا اسافر، فاكر ان السفر ان انت هتروح هتغب يعني هيدوك فلوس وانت رايح وانت ماشي، انت مصري خد 10,000 دولار، انت مصري السفر هناك بتتعلم الصبر، وبتتعلم ان انت لو ما قمتش واشتغلت واجتهدت انك تعتمد على نفسك بقى خلاص. انت كده اعتمد على نفسك في بلدك بقى بالظبط. يعني اللي انت بتديه لو اديته في بلدك هتنجح. بالظبط. ايوه صح بالظبط. خطتك ايه في رمضان بقى؟ والله بص احنا طبعا بمشورة الناس احنا حاطين خطة باذن الله ان احنا عايزين نرجع لحنين. شفت ما انت قلت الصورة الابيض والاسود طبعا بتحسسني. احنا باذن الله هنعمل خريطة ان احنا نرجع حنين الماضي قوي. الفانوس ابو شمع اللي هو بتاع زمان طبعا. هنرجع ورق الجرايد اللي كانت بنقصه ونقعد نشكله عشان نعمل زينة رمضان طبعا. هنرجع الفن بتاع زمان، فن اللي هو ليه طعم. الفن يوصل لك رساله، طبعا انت اكتر واحد عارف النقطه دي طبعا. يوصل لك رساله بالايحاء، مش لازم ان انا اجيب لقطه كامله رومانسيه علشان ان انا اوصل لك ان ده مشهد رومانسي. لا انا ممكن بالايحاء. زمان كان يمسك الجواب يقراه من حبيبته ووصل لك كل المعاني اللي انت عايزها. طبعا. فهنرجع رمضان زمان ونحسس نفسينا انا عازمك وانت عازمني. طبعا انت مش هتعزم، انا عارف انا اللي عازمك. طب انا بص يعني انا هستحمل الحلقه عازمك وعازمني عشان اوريك برضو انا هعتبر نفسي في غربه واخد بالك، وبتعلم الصبر عشان من قبل هاني عامل وبتعلم الصبر بالظبط خلاص. لان اي حاجه هتعملها هاني متضرر. لا مش هيزيد. لا حبيبي لا مش هتكلم. خالد اتكلم في رمضان. ايه بقى مفاجأتك انت في رمضان؟ يعني عاوزك بقى تعرف الناس. انا سامع ان في حاجه كده جديده عليك هتعملها السنه دي في رمضان. والله انا بفكر، بس انتوا مش عارف جبتوا السمع منين. بس انا مش انا بحرجي بالاسئله والله ان انا بسمع بعمل انت فاهم. انا ممكن اخش لك السؤال على طول. انت مفاجئنا بحاجه في رمضان؟ انا لحد دلوقتي لسه ما اعرفش. والله انا في فكره بحاول ان انا اعملها وهعملها بنفسي ان شاء الله، ودي هي المفاجاه. يبقى هتعمل كنافه حاجه جديده. هي كنافه. حاجه جديده كده. فكره برنامج بس مش عايز اقولها يعني واحرقه. قول له الاول انت ايه اخبار الصراصير معاك؟ قول له السؤال ده والله. لا اصل انا بتقرف. ما هو ده خاص. هو ده بقى هو ده الاصل الموضوع. هو ده خاص هو ده خاص بالبرنامج. ان انا هعمل برنامج بيعالج الفوبيا اللي في مصر. من الحشرات. بلاش نذكر اسامي. لا اي فوبيا. ما هو الفوبيا مالهاش دعوه بالخوف. ماشي عشان هو ذكر بس. هو البرنامج بقى اسمه ايه؟ هو البرنامج اسمه ايه بقى؟ اسمه خوفوبيا. ان احنا في فرق بين الخوف وبين الفوبيا. ايوه. واحد عنده فوبيا من حاجه بالظبط. ممكن الحاجه دي تكون قليله قوي. زي انا عندي فوبيا من حاجات كده زي ما انا دي هعرفها وعالجك. ما دي هعرفها. ده انا اول ما قلت اسم انت اول واحد ضيف. بس انت المشكله اللي عندك مش هنعرف نعالجها. ما احنا هنحاول نعالجها انا وانت وهنجري من الاستوديو اول ما تدخل. ده انا بقول له راح قلب وشه. ربنا. يعني هشوفك بمفاجاه جامده في رمضان باذن الله. يعني احنا بنقول يا رب. بس احنا طبعا احنا في الوقت الحالي ده كلنا مكرسين شغلنا كله في المبادرات اللي بنعملها، في المساعدات اللي بنحاول نعملها. مكرسين نفسنا كلنا ان احنا نقعد نوعي الناس ونشجع الناس، ما نخوفهمش بس نخليهم يحذروا. احنا داخلين
في وباء وفي اذى للبلد، انت ما بتاذيش نفسك. لو انت بالظبط. هتاذي نفسك خلاص انت حر في انت نفسك. حر في نفسك، لكن انت فعلا بتضر الاخرين. هي مشكله ان الفيروس ده ان هو انتشاره سريع جدا. انتشاره سريع، آه. وانت ما انت حط في دماغك ان انت هتدخل بيتك تضرهم في بالظبط، البيت. أيوة. فتخيل انت، يبقى انت خاف على اللي في البيت، ما تخافش على نفسك. بالظبط كده. فبنحاول ان احنا نوعي الناس. دي الفتره اللي جايه دي فتره اللي احنا لازم كلنا نقف مع بعض. ان شاء طبعا الله. احنا لما جينا بعد الخطوه بتاعت الشركه، لما جينا طبعا ببادل التحيه طبعا لشركه الاولى للاعلام. دي شركه اجنبيه لبنانيه. ساعه المشكله اللي كانت حاصله في لبنان، هم استعانوا بالشركه عندي ستار لايت في اداره القناه، وهي كانت مسابقات، وبعد كده قال لك عايزين نعملها، فقلنا لهم نعمل برامج، وقعدنا اقترحنا على بعض. الحمد لله حطينا ايدينا في ايديهم كشركتين، وحققنا اهداف. انا شايف من رؤيتي الصغيره احنا الحمد لله نجحنا في فتره قليله جدا، ان شاء الله. ومستمرين، واحنا في طلوع في صاعد. طبعا كل ده ولا بشطارتي لا، بخبرات، مفيش خبراتك حد، طبعا. لا ومفيش حد بيعمل حاجه لوحديها. ما مش لوحدي، ما هو ده اللي انا كنت لسه اقول لك الحمد عليه. لله هي دي الحسنه من عند ربنا، ان هو خلى حواليك في الكواليس كل الاوفياء، كل الناس من عندنا، من مذيعين لناس قائمين على العمل لمصورين. احنا معانا كرو انا شايفه من رؤيتي، يعني انا لفيت استوديوهات مصر كلها وبره مصر. احلى كرو موجود هو كرو في قناه مايسترو. انا فعلا كنت عايز اتكلم في الجزئيه دي، ان الناس كلها انا ملاحظ يعني من ساعه ما جيت هنا، اولا انت روحك جميله، بتتعامل كصاحب، مش بتتعامل معاهم كرئيس قناه. انا شايف الناس كلها بتحب بعض قوي وبتحبك جدا، بدليل ان هي شايفها انها بتعمل كل حاجه. يعني مش عايز اقول اسامي عشان بس ما اهدرش حق حد. انا شايف ان كل كلهم. الناس بتعمل كل حاجه وبتعملها بحب جدا يعني. هنقول اسامي في فده الآخر عشان متهيألي- كنتوا عاوزيننا نقول اسامي في الاخر هنقول الاسامي. طيب. لا ما تقلقوش. فطبعا انا بقول لك انا مستبشر خير طبعا من وجهه نظري اللي انا شايفها، الاتموسفير العام في القناه، صح. ان شاء الله اللي جاي احسن، وانا متوقع ان شاء الله ان الموضوع يبقى افضل ان شاء الله الفتره اللي جايه دي، مع التخطيط السليم طبعا اكيد، مع خبراتك، مع حب الناس، اكيد ان شاء الله الفتره الجايه الموضوع هيبقى افضل ما من هو كده ده بكتير. ده الفرق في ادارات في مصر. بالظبط، ايوه. هم فاكرين اداره اي مكان، اداره اي مكان بالحزم الشديد. لا، أو الحزم التعسف الشديد ده يعني. أو موجود، الزعيق أو موجود، بس لازم كلنا بالظبط. يبقى في بيننا وبين بعض الانسانيه. أيوة. كلمه الانسانيه في كل حاجه. اللي شغال ده لو اديته الثقه بالظبط، صح. والطمانينه ان انت المكان ده بتاعك، حافظ عليه، حافظ. اوروبا كلها قدام كده. المواقف حافظ عليه. كل ما يكبر كل ما انت تكبر، كل ما مستقبلك يتأمن اكتر. لو انت وصلته ده وهم عملوا ده، هتلاقيهم كلهم سعداء بالعمل اللي بيعملوه، شغالين. انا عندي ناس اقول لهم روحوا عشان الحظ، بيقول لك لا احنا قاعدين حتى لو هنبات. اي فعلا، مادام انا في بقول لك شغل، انا ملاحظ مادام ده في جدا شغل. يعني. دي الحمد لله دي روح حلوه. كل واحد جاي من بيته، حتى لو جايب كحول عشان يطهر نفسه، بيروح لزميله بيقول له خد امشي اغسل ايديك قبل ما تعمل. فكلهم بينصحوا بعض، وكلهم مهنيين على المستوى المهني. طبعا. الحمد لله كلهم مهنيين. ان شاء الله بحاله الحب الكبيره اللي موجوده في القناه دي، ان شاء الله باذن الله خلال مش هقول سنه ولا لا، خلال شهور ان شاء الله نبقى في مرحله تانية ان شاء الله باذن والله يا الله. خالد، مش عشان هو قاعد، بس هو فعلا بيقدر يحبب فيه الناس اللي شغاله معاه. عليه اسلوب غريب جدا. يعني ما انا بقول لك واحد من الناس، ما انا بيتكلم تجربه حيه جد قدام ولا- منك، انا تجربه حيه قدام ده منك. حقيقي يعني فعلا. من اول مقابله معاه يعني بصراحه ده حقيقي فعلا. حسيت ان انا اعرفه وانت قبل صعب كده. اصلا، مش اي حد بتاع وانت بقيت صاحب. اه والله. بس هو فعلا عنده قدره غريبه جدا ان يخلي حد مثلا حد عنده مشكله، يقول لي مثلا هاني طب هاتوا كده نقعد معاه. اول ما بيقعد معاه بتلاقي اللي قدامه ده فك وقعد وبقى صاحبه وبتاع. من الصغير للكبير هنا بصراحه بيحترموه. وده برضو من خبراته ومن اصله، يعني هو اكيد طبعا اتربى على حاجات، على قيم معينه، فبيحاول يعوضها في الاخرين او يتعامل مع الاخرين بيها. بالنسبه لرمضان وبالنسبه لاحلى اكله بتاكلها من ايد المدام، ايه هي؟ ايوه عشان لما نتعزم عندك اقول لك تعملها لنا. لو انت هتيجي عشان اعمل لك الاكله اللي انا بحبها من ايد المدام. من ايد المدام، هتفسر على الرز. طب انا مش معزوم في رمضان. ما انا عارف. وبيضه معاها. وبيضه معاها. بس ما اظنش يا جماعه ان المدام بخيله قوي قوي.
لا ده المدام غيري خالص كمان. بس هي طالعه يعني بتعمل اكل كويس. هي لو معايا هتعمل لكم بريك كل ساعه. ايوه فانا عشان كده ما بجيبهاش نهائي. هي بتعمل اكل كويس طبعا. لمامتها بقى ولا لمامتك انت يعني؟ ما هم الاثنين شاطرين سبحان الله. بس انا عندي والدتي اكثر في الحلويات، حماتي اكثر في الدواسم. الله. يعني اروح عند حماتي تاكل كوارع. ايوه طب ما تيجي نروح لحماتك. اروح عندهم. ما تيجي نروح لحماتك. طب انا جاي لحماتك بقى، نيجي لحماتك. احنا مش بنحسدك بقى، كل عاوز رب الفلق، طبعا. ربنا يحميكم وربنا يحفظهم لك يا رب كده يا رب. وان شاء الله في رمضان اكيد هنتعزم عندك. شوف انت واكيد مش بتحب هيبقى ايه عدس والبتاع، لا انا بحب اي اسماك. بقول لك ماشي. بص بعيد عن بقول له الجمبري، بس الكتاكيت، ايه حكايتك مع الكتاكيت؟ لا دي حكايه. اسمع دي. انت ما اعرفش جبتوها منين. كان عامل ده انا حكيتها له واحنا قاعدين اصحاب، ينفع يفضحني فيها؟ اسمع الكتاكيت. شفت انا اللي مهذب ازاي؟ بس دي اكبر دليل ان فعلا الواحد لازم يكون صاحبه في اوقات. صح. ده كان في واحد زميلنا سقط في يعني جاب ملحق في ماده، فقال لك هيمتحنها بس عايز ياخد دروس فيها فما معهوش فلوس. فكنا صغيرين ساعتها، كانوا لسه فاتحين ليبيا بالبطاقه، فقلنا ايه طب نروح نعمل له ايه، ندخل له نعمل اي حاجه. فقلنا نروح نشتغل في ليبيا اي حاجه ونجيب له فلوس ونديها له. فروحنا دخلنا شارع كده عامل زي السيده عيشه بيبيعوا فيه الكلاب والقطط والحاجات دي. فلقينا ان هم جايبين كلاب بلدي وقاطعين ديلها وبيبيعوها على انها دوبرمان في ليبيا، ومش عارف جايبين قطط ملونينها يقول لك دي شراز. فقعدنا طب احنا نعمل ايه؟ فجت واحنا نايمين فكره، قلنا يا جماعه طب هاتوا، احنا جايبين كتاكيت حطيناها في قفص وحطينا تحتيها حته صاج وحطينا سبرتايه صغيره ووطيناها وشغلنا كاسيت اغاني ديسكو. فالكتاكيت بقت تتلسع تتنطط. فاحنا قعدنا نقول كتاكيت بترقص ديسكو، كتاكيت بترقص ديسكو. بعنا 1000 كتكوت في اليوم. شفت تعب منين بقى؟ ابتدى منين؟ كان بيبيع كتاكيت في الاول. هتنام تتلسع تحت. ايوه والله. طب انا في فيديو عاوز اوريه لك، هو خاص بشغلك وفي ستارلايت بالذات يعني. الفيديو جاهز يا جماعه؟ يلا بينا. شركتنا هدفها الاساسي تدعيم الاعلام، الاعلام الهادف، الاعلام البناء وليس الاعلام الهدام. عايز تبقى مذيع انضم لفريق عملنا، عايز تبقى مقدم برامج انضم الى فريق عملنا، عايز تبقى مراسل انضم الى فريق عملنا. نحن نصنع النجوم، نصنع المذيعين، نصنع مقدمين برامج. نحن نصنع اعلام بناء وليس اعلام هدام. انتظرونا بكل جديد مع شركة ستار لايت للإنتاج الفني. ايه بقى الفيديو ده؟ دي مبادرة كده كنا عاملينها، كنت في شغل ما، فقعدنا قلنا لهم يا جماعة احنا عايزين نستنقع، نعمل إعادة هيكلة للمذيعين اللي على القنوات السهات. فقالوا كله صار وقعد زعلان. طب ليه؟ قلنا يا جماعة مش عيب ان احنا نقعد هنقول نقاط الضعف فين ونقاط القوة فين، وتعالوا نكون نقاط القوة دي كلنا هنعمل اعلام صح. بالظبط. فعملنا ورش تدريبيه، كورسات في الاعلام، ان احنا قلنا اي حد حتى مجانا يجي، ولو عايز محتاج مننا دعم عشان يطور نفسه عشان يطور نفسه نقعد ونبدا ندي دورات تدريبيه والكلام ده كله، وفي نفس الوقت هيبقى في انتاج مشترك بينه وبين الشركه. ايوه جميل، مش وحش طبعا. طبعا. لان هو فعلا اصل هي المشكله دلوقتي ان كل واحد بقى عايز يعمل كل حاجه من غير ما يتعب او يسعى انه يفهمها. يعني بقت كل حاجه فهلوه يعني. وبالذات يا استاذ خالد الاعلام بالذات دي واحد احنا اصحاب رساله. ايوه. احنا مؤثرين في البيت المصري. بالظبط صح. يعني في فيديو كان عرضه اخونا مصعب عن عمرو كمال ورضا البحراوي احنا طبعا بنحيي طبعا بعد اذنك طبعا حبيبي مصعب طبعا بنحييه من طبعا، الاعلام الشخصيات المحترمه جدا طبعا. من الاعلاميين المتميزين. عرض السلبيات اللي حصل ان هو بيستهزئوا بتاع، احنا بنقول لهم هم عقليتهم كده. يعني انا ما بعتبش عليهم في حاجات، بس بعتب في حاجات تانية. ان احنا ساعه الثوره احنا كنا واخدين رموز الفن ان انت رمز لبعض الفئه من الشعب، ده بياخدك انت قدوه ليه. لما انتوا تنزلوا وتعملوا الكلام ده كله انت بقيت قدوه لفئه معينه، شباب صغير هيقلدكوا اقل ما فئه ويستهتر بالموضوع، واللي بيستهتر بالموضوع ده هينشر الوباء في مصر كلها. ما هي الاشكاليه دي برضه هرجع تاني اقول لك ان ده من عيوب السوشيال ميديا، انها خلقت حاجات
لو ما كانش في يوتيوب ما كانش هتبقى موجوده في بس الحياه. هقول لك حاجه يا استاذ خالد، ودي رساله للعالم كله بقى. احنا كنا الايام اللي فاتت دي كان التلفزيون خلاص بينهار. أيوة. ان الناس كلها افتكرت ان كل الشغل دلوقتي بقى السوشيال ميديا. حتى لما كنا بنيجي نقدم اي رساله يقول بس على فكره دي هتبقى ما حدش دي بيتفرج على حقيقة. تلفزيون. لا بس دي حقيقه ومستقبلا هتعرفها. ما هو مستقبلا، بس خلي بالك الشاشه الكبيره هي الصح، هي اللي بيتعمل عليها علامه صح. اوكي بس لان هي هتتحسب عليها برضه في رقابه. عدد محدود، لان انت في دلوقتي منصات كتيره قوي بدات تظهر وبدا يتعرض عليها كل حاجه، وانت عارف الناس دلوقتي قاعده في البيوت بتتفرج كله. ما هي دي الكارثه، ما انت بايديك، انت ما فيش رقابه. السوشيال ميديا او عامه النت دي ما فيش رقابه عليهم ولا سيطره ولا سيطره. لا بص، لكن لا عندك رقابه من مؤسسات الله ولا ينور رقابه عليك. منزليه. لكن الشاشه الكبيره احنا عندنا الاعلى الاعلام وسياده وزير الاعلام، فكل في رقابه علينا. لو احنا قلنا حاجه غلط بيجوا يوعونا، بيبعتوا لنا ارشادات مش نمشي عليها. الرقابه بص ما تبقاش محصوره على حاجه معينه. انت دلوقتي عندك الشباب كله، بقول لك كله ماسك الاندرويد وكله قاعد على على اليوتيوب وعلى تويتر وعلى، فالدنيا بايظه وتيك توك وحاجات يعني الواحد بيشوف حاجات مثلا دخلت مجتمعنا. انا بزعل طبعا انت فاهم يعني، بزعل يا اللي انت طالعه بتعملي كده. فين بابا؟ هي دي. فين ماما؟ فين اخويا؟ مفيش صح. انت فاهم؟ والاب وبعدين- هيجي عليه وقت مش هيعرف يسيطر. لا هو خلاص مفيش. اه للاسف يعني، ما انا بقول لك ده من ضمن الحاجات اللي بتؤرقني ومخلاني امقت هذا الزمن يعني، او هذا التوقيت اللي احنا عايشينه. ما هو دي برضو دي خالد، انت عارف دي حاجه برضو الاعلام ليه دور مؤثر فيها. يعني انا اقول لك على حاجه، احنا لما جينا نعمل برنامج طبي قلنا يا جماعه تعالى نعمل برنامج طبي مش تجاري. المشكله في اغلبيه القنوات البرامج التجاريه بيعملوا اللي شو اعلامي للطبيب، شو عشان يعلي مثلا الكشف بتاعه بتاع. يا عم انت كده كده هتكسب. لكن انا اللي انا عايزه ان الدكتور يساعد العيان، يساعد اللي قاعد في البيت ده. بص مساعده، مش ما بنقولش مساعده اللي هي لوجه الله، بس يسمع له. أيوة. لوجه الله. ايه المشكله ان احنا الدكتور لما يقعد يشرح للي قاعده في البيت دي، ابنك لو سخن تقدري تعملي له ايه اسعافات اوليه، واعمل خط للناس اللي غير قادرين. لو انا هكشف على 10 اكشف على 2 غير قادرين. بالظبط. انت مش يعني اولا انت بتعمل خير، تاني حاجه برضو نفس الموضوع. حتى البرامج بتاعتنا اللي بتتكلم على الفاشون، احنا بنقول قولي للست اللي قاعده في البيت باقل الامكانيات ممكن تجمل نفسيها في البيت ازاي. مش لازم افضل احط الكريم اللي بالشيء الفلاني بالظبط، علشان انا كده كده لما اقول لها هي مش هتعرف تجيبه اساسا. هي القضيه دلوقتي كلها الناس عارف انت، هي بقت مساله تقليد، او فكره ان انا اجيب الماركه دي يبقى انا كده هانم يعني، فاهم؟ في خلط عندنا بقول لك في الافكار وفي الثقافات مش مظبوط. وفكره ان احنا بنقلد وبس، او فكره الممنوع مرغوب، او في افكار كتير اختلطت علينا كده بدون وعي. الناس بتمارسها بدون وعي، زي اللي بيلبس لبس ما يناسبوش بس هو عشان يعني موضه. طب الموضه ما تناسبنيش البسها ليه اقل من قيمتي؟ هي دي. انت فاهم قصدي؟ فالناس ما بقتش تميز، بقت تمارس الشيء بدون التفكير فيه لمجرد انه موضه، او ده لمجرد انه غالي فيبقى ده كويس. خدت بالك؟ في ازمات كتير. بقول لك يا استاذ مصطفى، انت لو ما كنتش في الميديا او كنت رئيس قناه كنت ممكن تشتغل ايه؟ ممثل. اعتبر يعني. بقول لك اعتبر مصطفى ايه ليه كنت ليه حابب تفشل قوي كده؟ لا بالعكس. على فكره عاوز يبقى زيك انت قدوته يا عم ده. على فكره الممثل او الاعلامي ده جندي من جنود البلد. وده ده صاحب رساله. ما انت دخلت في الميديا برضو، انا بقول لك بره الميديا خالص ما فيش بره الميديا، ما عرفتش غيرها ولا اعرف غيرها ولا اعرف اشتغل حاجه غيرها. على فكره هو نفس الطريقه، ده غباء مني. غباء مصطفى ايه الحلم اللي انت حلمت بيه وفعلا حققته يعني، او اشتغلت على نفسك لغايه ما حققته؟ كان هدف في دماغك لغايه ما قدرت تحققه فعلا؟ والله الحمد لله انا ما فيش حلم يعني حلمته او تمنيته من ربنا غير الحمد لله ما حققته. بس لسه ما كفتش يعني. انا بقول لك انا عندي الحلم ملوش سقف. الحلم اللي هو اللي انت بس اكبر حلم ان انا حبيته، ان انا اقل ما فيها ان انا الناس تقول انت حققته، ان انت تقدر بحاجات حتى قليله ان انت تسعد الاخرين اللي حواليك. صح. وخلي بالك احنا بيجي علينا وقت
في البيت او في الشغل انت ربنا بيبعت لك الرزق للي حواليك مش ليك. انت خلاص بيبقى في وقت ان البيت محتاج، فانت ربنا بيبعت لك رزق عشان اللي في البيت. والشغل الموظفين اللي انت فاتح بيوتهم دول هو ربنا مديك الحنكه في اداره الموضوع عشان في استمراريه، عشان البيوت دي تفضل مفتوحه. بالنسبه بقى للموظفين والناس اللي معانا هنا، الناس كلها بصراحه عاوزه يعني تكلمك وكده، فعاوزين تقول لهم كلمه وبالاخص يعني في اتنين، المشاغب المخرج والمذيع مصطفى كامل، عاوز يسمع منك كلمه بعد اذنك تقولها له، ومحمد سمير طبعا المخرج الكبير العالمي. ما انا قلت هناخد بقى واحد من الناس اللي شغاله طبعا يا خالد. الناس كلها أنا قلت فرحانين ان هو النهارده معانا في البرنامج. انا قلت والله يعني. للناس كلها. طب احنا ممكن نطلع فاصل ولا صعب؟ نطلع فاصل. نطلع ايه المشكله؟ انا بس قناه ونخلي الاسئله دي. انت لو عايز يعني تروح، ريحوا على شوية. فكره لو عايز تروح هو يكمل، خليك تروح هو يكمل. طب يعني انت عارف ان انا ماليش لازمه. قبل الحظر. ده انت البرنامج يا خالد حبيبي والله. والله طبعا والله انا اللي سعيد هي بيك. فعلا. فتقول لهم ايه بقى، وتقول لمصطفى كامل ايه عشان عاوز يسمع منك كلمه هو محمد سمير. ما انا قلت بص انا قلت للناس كلها، بس مصطفى ده مصطفى كامل يمكن في ناس يقعدوا يقولوا لي هو مصطفى عامل ايه؟ مصطفى انا حاسس ان هو ابني اللي انا ما خلفتوش، هو متخلف شويه بس انت عارف اللي هو ايه، ابني اللي انا ما خلفتوش، يعني انا بحبه على المستوى الشخصي. أيوة. لا فعلا مصطفى حرفي ومؤدب ومتربي. عيبه بس ان هو مشاغب شويه. محمد سمير انا قلت له من ساعه لما كنت في الصحه والجمال ان خلي بالك انت شاطر جدا، وبيشتغل على نفسه وبيحب يجود، من المخرجين العظام. عالمي سمير طبعا كلهم لو انا قلت وتامر اخويا اللي ماسك لي الدنيا كلها في الانتاج. فانا وكل المذيعين اللي معانا، ومحمد جابر ماسك مدير تنفيذي وبيجتهد على قد ما يقدر وبيموت نفسه عشان القناه، ورامي وكل والديب وكل بص كل انا ما عنديش. وطبعا ماجد من الناس المصورين المحترفين وعنده مستقبل ومنتصر. طبعا محمد عماره. ومحمد عماره. بقول لك كل الناس عشان ما ننساش حد. وكل الناس الحمد لله بيجتهدوا وشغالين، ودول ثوابت. يعني انا قلت دول حتى لو ربنا اكرم وفتحنا قناه تانية، فتحنا قناتين، دول ثوابت ان شاء الله. غير كده عندي كمان ناس بيساعدونا حتى لو من ورا الكواليس. استاذ محمد خميس ومحمود العوامري صاحبي وحبيبي. طبعا. فكلنا حاطين ايدينا في ايدين بعض وعمالين بنزق ان احنا عايزين نكبر ان شاء الله. والمفاجاه هتبقى بعد العيد باذن الله ان احنا حاطين مستقبليا. لا مستقبليا برضه نفرح الناس. نفرح الناس ان احنا عايزين نكبر من نفسينا شويه. والحمد لله احنا ماشيين في خطوات. ده طبعا باراء ناس علامه في الميديا للتقدم لينا الامام زي ما بيقولوا ان شاء الله. فربنا يسهل كده ونفصلكم عن بعض، يبقى كل واحد فيكم برنامج. ابراهيم طبعا. طب انت طب إيه تحب تقول لي ايه قبل الحظر؟ لا اقول الحمد لله ان انا لا بالنسبه لاتزاني قدرت ان انا اخليك الحمد لله بص مش زي اياد ابني والله مش الحمد لله. قدر وحياة ربنا. انت مش انت. ما هي ممكن تيجي على اخر سنه. لا والنبي عشان طب انا هوريك فيديو لشغل مصطفى بدران. ايه بيعمله مصطفى بدران؟ جبتوا الحاجات دي منين انتوا؟ مش عارف. اتفرج يا استاذ وشوف. جعبة صاحبه. طبعا شيء جميل ومميز وحاجه عظيمه. يعني انا عارف ان كل ده شغلك انت وكل ده بايدك. ده ده اول استوديو جربت فيه التجربه الصغيره اللي احنا جربناها،
وصممت وطلعنا منه محتوى كويس والحمد لله المحتوى نجح والدنيا بقى زي الفل باذن الله. ان شاء الله اللي جاي احسن ان شاء الله. احنا المفاجآت اللي جايه دي مش عايزين نعرفها الا لما تيجي وقتها يعني. طبعا وطبعا بشكر بالاخص كمان شريكي الحالي صدام هيكل اللي هو مش موجود معانا دلوقتي. أيوة. طبعا نديله احلى تحيه ده برضو من الناس اللي على فكره كنت لسه هسألك عنه يعني. ما انا بقول لك هو عنده وعكه صحيه او خايف من الكورونا فقاعد في البيت واحنا اللي بنحارب. فده برضو من ضمن الناس اللي دخلت معايا وبندعم بعض وبنقوي بعض ان شاء الله، على اساس ان احنا عندنا رؤيه مبعديه حلوه قوي. وباذن الله ماشيين على خطوات سليمه كلنا ان شاء الله خير يا رب ان شاء الله. طب احنا عاوزينك بقى تقول للساده المشاهدين كده يعني اولا كلمتين على موضوع الكورونا، ان نقعد في بيتنا ولا ننزل ولا نعمل ايه. ثانيا ايه اللي جاي في مايسترو، ناوي تعمل ايه في مايسترو قبل ما ننهي بشويتين كده؟ والله بالنسبه للناس اللي موجوده في البيوت احنا بنقول لهم يعني التزموا بيوتنا واحنا بيوتكم، واحنا بقدر الامكان هنوصل لكم الاخبار السليمه وفي نفس الوقت باذن الله هنقدر نعمل مبادرات كتيره، حاجات خدميه لكل المشاهدين. ومحدش يخاف، حرزوا بس يعني كل واحد يعمل اللي متطلب من الحكومه والمتطلب من السيد رئيس الجمهوريه وباذن الله هي كبوه وهتعدي باذن الله ان شاء الله. انا حاسس انها هتعدي ان شاء الله باذن الله، انا حاسس بده، متفائل والله. دايما اقول لك على حاجه خالد كمان، انا ماشي مش عارف يعني الحمد لله طبعا الناس كلها، انا مش خايف يعني انا طبعا خايف طبعا على اسرتي وزوجتي اكيد طبعا وبناتي، لكن مفيش الخوف يعني الحمد لله. بعد ما انت مؤمن بربنا قل لن يصيبنا الا ما كتبه الله لنا. هو الخوف في حد ذاته بيضعف المناعه، المناعه. يعني عايز اقول للناس يعني نحاول وانتوا قاعدين في البيت كده ما تركزوش مع على طول الاخبار وعن الكورونا عملت ايه وراحت فين وجت منين. اضحكوا، هاتوا حاجات تضحكوا، مسرحيات، افلام بتحبوها، اشغلوا نفسكم بحاجات تانية. المهم ان انتوا في حضن بعض، والوقايه خير من العلاج. والله يا خالد والله الحلقه دي انا اصلا قلت له عاوزين كمان، انا عايز اعمل الحلقه دي عشان نقول للناس مش لازم كلنا نقعد نكتئب بالليل. الناس دلوقتي بيتفرجوا علينا طبعا صح. الناس راجعه من اشغالها تعبانه بعد التعب وكله ماشي خايف لا يجيله كورونا وكده، فلازم يقعدوا يتفرجوا على اعلام كويس، اعلام هادف. ما فيش مانع من ابتسامه كويسه يعني عشان الولاد الصغيره، ولا انت رايك ايه؟ لا طبعا انا بقول لك انتوا حسسني بس ان انتوا خدتوا الموضوع جد قوي. يعني مفيش حد فيكم ولا بيغني ولا المعلم بيدي افيهات زي اللي هو بيديها. يعني انا قلت له خليك جد شويه بس جد قوي. انت السبب. انت عارف اللي هو ايه، انا بقول له يعني ما يعني طب انا قلت لك ايه؟ خليك جد شويه. هو متحجم والله العظيم. خليك جد شويه دي لقيته ان هو بقى خلاص عادل ادهم. ما انا بص الفتره اللي جايه بتكلم كده والله العظيم. لا مش هتكلم. انا بقول له غني. لا انا خدت قرار. لا حاول ما لو اتكلمت هقول لك نجيب اللي بره. لا سمير يجي بالظبط كده. غني احسن. لا نسمع هاني. احنا لا انا مش هغني. انت في غنوه انا بحبها ثانيه واحده بس، انا بحب غنوه قوي حلوه جدا، احلى غنوه انت بتغنيها للصاحب. احنا هننهي بيها كده هتنزل بس هنتكلم عليها. بس انت صاحبي طبعا وصاحب صاحبك زي ما بيقولوا فعلا يا جماعه والله، زي ما خالد اخويا وصاحبي ودايما ببقى مبسوط وهو دايما معايا، وانا مبسوط ان انا معاك والله. وانا بعيد عن الهزار والله انتوا من اعز الناس على قلبي. يعني انا حتى لو انتوا مش شغالين معايا انا هقعد في البيت فعلا اتفرج عليكم، وهقعد اجيب البرنامج بتاعكم عشان اقعد اضحك واقعد اهزر. وطبعا كل التحيه لكل النجوم اللي انتوا بتجيبوها ان شاء الله طبعا، لان انتوا نجوم كبار. وسمعنا بقى. يلا بحبك يا صاحبي، حته كده بحبك يا صاحبي. وبعد كده تشرف اي حد عشان راجل بجد في وسط النار تسد، عمرك ما تجيب وراه، تكبر من اللي منك، جدع من صغر السن، مقدرش استغنى عنك حبيبي وربنا، بحبك يا صاحبي من وانا لسه حبي، انا مسنود عليك اخويا وحبيبي، الاوجاع طبيبي، حلوه حياتي بيك. الله حبيبي
حبيبي يا عم استاذ مصطفى انت نورتنا بجد. انا سعيد جدا ان انا كنت خدت السبق ده انا وصاحبي طبعا. وحبيبي النجم خالد محروس ان انت تكون معانا في الحلقه من برنامج صاحب صاحبه. بنشكرك على تواجدك معانا في الحلقه دي، وان شاء الله برضو تكون معانا في حلقات تانية وحلقات تانية وتنورنا فيها باذن الله. ان انا شاء الله بشكركم ان انتوا اديتوني الاتاحه ان انا اطلع. اقل ما فيها ان احنا نقعد نطمن المشاهدين ونسعد المشاهدين، وبنقول لكل الناس الاعلاميين انزلوا واقعدوا وخدموا على الناس واشتغلوا ووعوا الناس وقولوا كلام صحيح، واللي يقدر يعمل حاجه يقدمها للناس. ده الوقت بتاع الاعلاميين والاطباء تكاتف. والشرطه والجيش، ان احنا نقدر نأدي للناس حاجه فيها استمراريه وفيها طمأنينه للناس بس شويه. فانا طبعا بشكركم وبشكر كل القائمين على قناه مايسترو، القناه اللي احنا كلنا بنبنيها. وبرضو اقدر اقول رساله للناس اللي ما يعرفوش يعني ايه مايسترو. مايسترو دي MTC، هي مايسترو ومايسترو هي MTC، بس مايسترو دي الاختصار بتاعها MTC. فده هنكبرها وهنوصلها الحمد لله بدعم الاولى الاعلام وبدعم الناس. هنوصلها باذن الله هتبقى اكبر قناه في مصر، وتقدر برضو توصل الرساله للناس زي ما احنا عايزين ان شاء الله. انا طبعا في النهايه احب اقول كلمتي ان انا طبعا بشكر الاستاذ مصطفى على وجوده معانا النهارده. مش هقول بقى في صاحب صاحبه، هقول في صاحب مكان. طبعا بحييك وبقول لك كل سنه وانت طيب، انت واسرتك الكريمه، يا رب سنه جديده عليكم باليمن والبركات في الايام المفترجه دي. بقول للشعب تاني، مش هقول بقى اقعدوا والوقايه وحاجات، هقول لكم كلمه واحده: اذكروا الله يذكركم. الله. وانا بقى ليا كلمه بسيطه قبل ما نختم يا جماعه. بقول لكل زوجه كانت بتشتكي ان جوزها بيسيب البيت وبيخرج وبينزل وبيقعد على القهاوي وما بيقعدش في البيت خالص، اهو قعد، فربنا قعده لك في البيت. عاوزين بعد المشكله دي ما تخلص ان شاء الله تعالى نشوف كل زوجه شاطره قدرت تخلي جوزها برضو يفضل قاعد في البيت حتى بعد الكورونا. لا، وبعد الكبوه دي احنا بقى اللي نروح نقعد في البيت. ايوه ما خلاص احنا كده كده شغالين، صح. وهم مستحمليننا ان احنا في شغلنا، صح. ومقصرين وعاملين، بس كده كده خلاص احنا الكبوه دي تخلص هم يطلعوا واحنا نقعد في البيت بقى شويه. وانا هعمل بقى هاشتاج كده اسميه ورينا شطارتك. لا وريها، هوريك تحت عيني. لا انا هنعمل هاشتاج لو راجل انزل. اعزائي المشاهدين استنونا ان شاء الله الاسبوع اللي جاي وصاحب صاحبه.